اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. ليل الشتاء اللي هو كله كوبايات، داخلين خارجين على المطبخ ماسكين كوبايه في ايدنا، اللي ماسك بقى سحلب، واللي ماسك شاي، واللي ماسك شاي ولبن. طب ايه رايكم النهارده نخلي كوبايه الشتاء بتاعتنا كوبايه حمص الشام او الحلبسه؟ مين فينا ما بيحبهاش؟ بصراحه الكل بيحبها. تعالوا مع بعض النهارده نعملها بطريقه سهله وجديدة واقتصادية. طبعا لما نجيب الكوباية دي من بره ب50 جنيه واحنا ب30 جنيه هنعمل 6 كوبايات، يبقى كده توفير التوفير. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. على طول هنجيب ربع كيلو من الحمص اللي هو الحبة بتاعته كبيرة، هنغسله وننقعه في ميه مغليه لمده ساعه. نشغل كده الكتل ونصب عليه ميه مغليه تغطيه مده ساعه، ويكون اهم حاجه متغطي. بعد ساعه هنلاقي حجم حبايه الحمص كده كبر عن الاول. بناخد الحمص نشطفه ونتخلص من الميه دي نهائي. جبت حله فاضيه هحط فيها الحمص اللي احنا شطفناه، وهحط عليها ميه جديده نظيفه، مش شرط ابدا تكون ميه سخنه، ميه من غير اي اضافات. هنسيبها تاخد غلوه واحده، وبعد كده هناخد الحلة نصفي منها الحمص ونغسل الحلة ونشطف الحمص بمية نظيفة جديدة من الحنفية. وبعد كده نرجع الحمص تاني للحلة ونحط عليه المية بقى اللي احنا هنشربها بتاعة حمص الشام. كده بقى المية بتاعتنا نظيفة مفيش فيها اي مشاكل. ضفت معلقة صغيرة من السكر، وده كل اللي هضيفه دلوقتي. هسيبه على نار هادية لحد ما يستوي، هياخد معانا حوالي نص ساعة. قبل ما يستوي يعني 90% يكون استوى، هضيف له معلقة صغيرة من الثوم المفروم. وكمان النهاردة حبيت اضيف مكعب مرق، وعايزة اقول لكم ان كل الكافيهات بره بتستخدم مكعب المرق مع حمص الشام لو انت حابة تضيفيه. وطبعا نبدأ نظبط الملح بتاعنا اللي احنا هنحطه في الاخر علشان ما كانش يأخر السوى. بعد كده الخطوة دي معلش اتحذفت. جبت حبايتين طماطم وضربتهم في الكبة من غير مية خالص، في الكبة في الخلاط. المهم انا عايزة الطماطم تتفرم كويس من غير مية، وبعد كده بصفيها على حمص الشام علشان ما يبقاش فيه اي قشر طماطم. بديله غلوة وده بيكون شكله. طبعا ممكن نضيف شوية من البابريكا كمان لو احنا حابين. نعمل بقى الدقة. حطيت هنا معلقتين من الكمون ومعلقة كبيرة من الشطة، وهخففهم او هزودهم بمية الحمص، المية اللي هي توم ومرقة وطماطم، بتبقى حلوة جدا. هنقلب الكمون وهنقلب الشطة علشان دي هتكون الدقة بتاعت حمص الشام. جهزنا الكوبايات بتاعتنا كده ودلعناهم بطرنشات الليمون والشاليمو وحاجة كده اخر دلع ولا اجدع كافيه. نبدأ بقى نظبطها كده ونعملها حبة التحابيش، حبة من دقة الكمون وشوية من الشطة للي حابب، وكمان ما ننساش عصير الليمون اللي بيديله طعم في منتهى الجمال. وبكده بقى عندنا احلى حمص الشام او كوباية حلبسة في البيت تدفينا وتوفر علينا كتير. لان فعلا كوبايات الحمص الشام دي وصلت بره ان الكوبايه الواحده ب50 جنيه. عايزه اقول لكم ان من ربع كيلو حمص انا عملت 6 كوبايات من حمص الشام في البيت، فطبعا الفرق كبير. عايزاكم تجربوه وهيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديده. اسيبكم في امان الله، مع السلامه.